كل ده عظيم، بس في بقى عندي سؤال. ايه هو؟ مين مستر جريج ده؟ جرالك ايه يا رافت؟ شايف برضه تسأل سؤال زي ده؟ وحشني. وبعدين معاك؟ ايوه، بقى اصل في حاجه نفسي اقولها. قول يا رافت. اسرائيل مليانه ناس من جنسيات مختلفه، من كل جنسيات الدنيا ومن الشرق ومن الغرب. وانا لو رحت المقابله دي مع دان رابينوفيتش، اضمن منين ان مستر جريج ده ما يجيش اسرائيل، او حتى يعني ممكن اقابله في اوروبا بالصدفه؟ ما تخافش يا رافت، قلت لك ما تخافش. حاضر يا بيه. في أسئلة تانية يا رافت؟ لا كده تمام. طيب، بالمرة بلغ دان إنك مش هترجع إسرائيل قبل أسبوع 10 أيام. اسبوع 10 ايام؟ إيه؟ ازاي؟ انا عندي شغل كتير قوي وما اقدرش اسيبه. أنت مش عينت مدير للشركة بيشغلها في غيابك؟ عينت يا هديت، انما بالمناسبة أخبارها إيه يا هديت دي؟ لا لسه شويه. لا، هو أمر طبيعي بعد المجهود اللي عملته في ماجيتورز الفترة اللي فاتت إنك تاخد أجازة 10 12 يوم. ايه الحكايه بالظبط يا مصطفى بيه؟ رافت، في حاجة مهمة أوي عايز أقولها لك قبل ما نفترق. جايز ما نشوفش بعض تاني. ما نشوفش بعض تاني؟ الشغل اللي أنت بتعمله ده يا رافت درع بتحمي بيه أهلك، شرفك، تاريخ وعظمة بلادك. تأكد إن كل إنسان عربي نفسه يكون في مكانك. أنا واثق إنك هتكمل للنهاية. أنا متأكد من كده يا رافت، متأكد. مساء الخير. مساء الخير سيد سمحان، دي رسالة من المدمزيل المربقاي، يبدو الأمر مهم. اقدر اطلب تل ابيب 687 384 تل ابيب. الو. ايوه الو يا هداد. ديفيد، انا طلبتك. وعلشان كده انا طلبتك. ساكسو للسياحة في باريس بعتت تطلب الاتصال بيها. اتصلتي مارسيل مورياك؟ طلبتها، قالوا انها سافرت اسبانيا. اوكي يا هداد، انا هحاول اتصل بيهم من هنا، ويمكن اطير لهم لباريس افضل. يعني هتتأخر؟ انا كنت عاوز اخد رايك في مشكله. مشكلة ايه؟ يعني بصفتك المدير العام للشركه، مش شايفه اني استحق اجازه؟ بالتأكيد ديفيد، انت تستحق اجازة من زمان. هتسمحي لي بكام يوم؟ ولا ساعة. واهون عليكي؟ لاني هشتاق لك قوي. خلاص، اسافر لباريس لا ديفيد، مش فاهم. خد اجازة حبيبي، بس ما تتأخرش كتير. اوكي يا هداد. بونوي. بوي يا حبيبي. والميعاد؟ الساعة 5. ومستر جريج ده جنسيته ايه؟ ما قالوليش. ويظهر كمان ان جريج ده مش اسمه الحقيقي. في حاجة دان؟ انا فرحان بيك قوي ديفيد انك ابتديت تتعلم. لاحظ انهم حددوا المقابلة بنص ساعة بس. يظهر ان جريج ده مشغول جدا. امر طبيعي. بس انا مش قادر افهم ايه معنى التعقيدات اللي بيعملوها دي. ده امر طبيعي ديفيد، دي طبيعه الشغل اللي من النوع ده. عموما انا كل اللي برجوه منك الان انك تستغل كل دقيقه في النص ساعه اللي هتقعدوا مع مستر جريج. لاحظ انك المسؤول عن معرفه الناس دي وعن حقيقه نواياهم.
طمن ديفيد، طمن. تفتكر دان انك هتقدر تعرف امك الجن في نص ساعه؟ ديفيد، ثق ان 10 دقايق كفيله نعرف مستر كده كان. دان دخل ديفيد. استنى دقيقتين. مرحبا يا صديقي، تفضل. مستر جريج، أنا سعيد بلقائك والتعرف عليك. بلغنا إنك عايز تقابل واحد مننا. ده صحيح تمام؟ أنا موجود، تقدر تسأل أي سؤال. دلوقتي ديفيد. أعتقد إنه من الطبيعي إن أعرف نوع المعلومات المطلوبة قبل ما أوافق على التعاون معه. عزيزي دان رابينوفيتش. سيدي أهلا. مستر ديفيد تشارلز سامبون. خليه يتفضل. مساء الخير مستر جريج. هلو ديفيد، مرحبا بك. من دواعي سروري اننا اتقابلنا اخيرا. صديقنا دان رابينوفيتش كان بيسأل على نوعية المعلومات المطلوبة. اظن ده من حقه. بدون شك، بدون شك. إذا كنا بنعمل من أجل تحقيق السلام في العالم كله، فلا بد أن تكون المعلومات العسكرية بتسبق غيرها في الأهمية حتى نستطيع وقف نزيف الدم الجاري فوق سطح هذا الكوكب. إيه نوع المعلومات العسكرية المطلوبة مستر جريج؟ أكيد صديقنا دان رابينوفيتش يعلم أن إسرائيل على سبيل المثال عندها لواءين عاملين فقط، هم الجولاني والجفعاتي. لكن يبدو أنكم بعد حرب السويس شايفين أن ده مش كفاية، علشان كده بدأتم بعد حوار وجدل استمر كتير في تكوين وحدات جديدة. طيب يفضل سؤال مهم. أنا هنا علشان أجاوب. أنتوا إزاي توصلتم للمعلومات دي؟ ده بالنسبة للميراج والمستير في سلاح الطيران الإسرائيلي. مستر جريج، فعلا كل المعلومات اللي قلتها صحيحة. أنا متأكد إنها صحيحة، لكن لابد إنك أدركت إن إحنا مش بحاجة إلى معلومات عادية ومتوفرة. طيب إيه مطلوب مني بالظبط؟ المعلومات الاستراتيجية اللي تليق بجنرال في مركزك. وبالنسبة للمصريين، عندنا عديد من الأصدقاء في العالم العربي. تعتقد إنكم هتقدروا توقفوا الحرب؟ بقدر ما يتوافر لنا من معلومات. ده صحيح فعلا. كل ما أرجوه إن الإجابة على تساؤلاتنا تبقى واضحة ووافية.